السلام عليكم. عندما يفقد الإنسان أسنانه تتعرض وظائف كثيرة إلى تضرر، مثل عملية المضغ الطعام، وكذلك تتأثر ابتسامته. اليوم سنستعرض معكم حالة زراعة أسنان سهلة وبسيطة وغير معقدة لمريض فقد معظم أسنانه للفك الأسفل. هذا هو الثقب الأول، وسوف نقوم بعقم الثقب الثاني بإذن الله تعالى، وهنا سوف نقوم بعمل الثقب الثالث. الآن سوف نقوم بإدخال الزرعة في مكان الذي عملنا فيه الثقب، ومن ثم نقوم بعملية ضبطها في مكانها. الآن سوف نقوم بإدخال الزرعة الثانية في المكان الثاني الذي قمنا بعمل الثقب فيه. والآن سوف نقوم بإدخال الزرعة في المكان الثالث الذي عملنا ثقبا فيه. الآن كما تلاحظون المريض يعاني من فقدان أسنانه في هذه الجهة، وسوف نقوم بثقب الأماكن، بعدها نقوم بوضع الزرعات. بسم الله الرحمن الرحيم. قمنا قبل قليل بعمل الثقب الأول هنا، والآن سوف نقوم بعمل الثقب الثاني والثالث والرابع. الآن سوف نقوم بإدخال الزرعات في مكانها المخصص. الآن سوف نقوم بإدخال الزرعة الثانية. الآن سنقوم بإدخال الزرعة الرابعة. الآن كما تلاحظون قمنا بإدخال 7 زرعات في فم المريض بطريقة سهلة وبسيطة، وبإذنه تعالى سوف ننتظر بعدها الجزء الثاني من إكمال العملية. هذه هي الزرعة التي استخدمناها لعلاج المريض، ولم نحتاج معها إلا إلى فقط أداة قطع واحدة لعمل ثقب بسيط في داخل العظم، ولا يوجد فيها ضرر على الأنسجة كبير. میهرەبانی دڵسۆزی و لێزانی